نجدد لكم التحية متابعينا في درب الشعر، والتحية موصولة أكيد لنجومنا اللي معانا اليوم. طبعا في الجزء القادم من الحلقة بينضم لنا واحد من الأسماء المميزة في الساحة الشعرية الخليجية والعربية بشكل عام، وواحد من نجوم برنامج شاعر المليون. لكن في هاللحظة بنبدأ القسم الأول من المسابقة مع نجومنا ونشوفهم مستعدين. جاهزين. الحين كل واحد يسمي فريقه اسم. سمينا. وش سميتوا انتم؟ الحرار. فريق الحرار. كفو. وانتم؟ علمهم. البواتير. كفو. طبعا 2 مقابل 3، لكن ان شاء الله انكم كفو. ما عليك زود. الله يوفقكم. الكلام عليك من الكثرة، عليك من البركة. الله يوفقكم التوفيق الطيب ان شاء الله. نبتدي مشاهدينا الكرام ونجومنا مع السؤال الأول. نتابع الفيديو ورادين بالسؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بساط المحبة نلتقي من جديد وحلقة جديدة من مجالس الشعراء. نتمنى كل التوفيق للأخوة المشاركين في هذه الحلقة وكل الحلقات فيما يختارونه لكم من قصيد، وباسمكم نرحب بهم. حياكم الله، مسيتوا بالخير. يا حياكم الله يا اخوان، يا حياكم الله. طبعا شاعر واعلامي من رموز الاعلام الشعبي في دولة الامارات العربية المتحدة، قدم واعد الكثير من البرامج الشعبية. من هو؟ هل هو سالم بن عمير، او بطي المظلوم، او راشد شرار؟ تفضل. راشد شرار. نعم. توافقه؟ انت شاور مره ثانيه؟ لا، راشد شرار قال. توافقه؟ راشد شرار. اوافقه. راشد شرار. اجابتكم صحيحه والف مبروك. يستاهلون. حيوهم يا جماعه، يستاهلون. النتيجه 1 لفريق البواتير. نعم. و0 لفريق الأحرار. الوعد بالسؤال الثاني إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله. السؤال الثاني. مطلق عمد صافي وسيع المناخير، كان دق صدره دقة شماغ بسام، عوده يخالابه على الفرخ والجير جسره على المدخال في الجو عزام. من شاعر الأبيات هذه أو كاتب الأبيات هذه؟ هل هو الشاعر أحمد بن هياي، أو الشاعر حمد السعيد، أو محمد بن فطيس؟ عندكم بن هياي. نعم. وإجابتكم خاطئة تنتقل لكم. بن فطيس. محمد بن فطيس. نعم. وإجابتكم صحيحة ويستاهلون الحرارة. يستاهلون فريق الحرارة. أيوة يستاهلون تحية. النتيجة 1-1. بيض الله وجهه، ما شاء الله تبارك الله. ابو رميض عنده معلومات. شعبي عنده ملاقة الصبي. انا كفو. السؤال الثالث. برنامج قدمه الشاعر كريم معتوق، وكان مصاحب لبرنامج شاعر المليون. ما اسم هذا البرنامج؟ هل هو قوافي الشعر، أو درب البيرق، أو درب المليون؟ حنا يقولها قوافي الشعر. قوافي الشعر؟ اي. إجابتكم خاطئة. وننتقل لفريق درب المليون. الأحرار. درب المليون. وإجابتكم شو تتوقع؟ صحيحة طبعا. خاطئة إجابتكم والإجابة الصحيحة هذا درب الشعر. درب البيرق. درب البيرق. السؤال الرابع. شاعرة ولدت في إمارة أبو ظبي عام 1905. تقول: يا زين حبك داخل الروح، في مهجتي ما بين الأرواح، متحمل حبك عن يبوح، لو حل ما بي في لي بلطاح. من هي الشاعرة؟ هل هي موزة المهيري، أو عوشة السويدي، أو عفرة بنت سيف المزروعي؟ تفضل. عوشة السويدي. وإجابتكم خاطئة. عفرة.
عفرة. وإجابتكم صحيحة ويستاهلون التحية. ما شاء الله. فريق البواتير ما شاء الله شادين حيلهم. ما شاء الله. النتيجة 2. انا بس كنت ابغى الوقت، ها؟ كنت ابغى التاريخ بس. عشان تستذكر. ها؟ الله يوفقك إن شاء الله. السؤال الخامس. ما غير يرعاني بعينه وانا ارعاه، والكل منا ما يبيح سدوده، يعود ريحان على جال مسقاه، ومنين ما هب الهواء لا نعوده. من قال الابيات؟ هل هو بن سبيل؟ نعم. ومتأكدين؟ نعم ان شاء الله. إجابتكم صحيحة ويستاهلون. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. نذكر بالنتيجة 3 مقابل 1. لكن قبل ما نطلع نبغي نسمع منك يا عبد الله شيء. لا يغرك لمعة البرق من غر السحاب، وتخثع بول طريقك على حفة عتب، كان رزقك فاعل خير في بطون الذياب، ابتسم وارضى بقوتك وقل ما الله كتب. الحياة بلا قناعة خراب في خراب، حسب مفهوم الإيمان بتمعن عن كثب، لو كان في بيتك حرير وسقف بيتك قباب، كان ما يملأ عيونك تشوفه من خشب، الجشع بكفه الدر حفنه من تراب، والقنوع عقاله اكليل وشماغه ذهب. يا سلام يا سلام، الله يصح لسانك وبيض الله وجهك. المطرقة نبغي نسمع منك شيء. ابشر. طاح غالي طيح دمعي الغالي، سلام. والله يا دمعي عشانك ما يعذربني، سؤالي اللي يحد القلب عصالي لهالمرض، طاول ضلوعك وجنبني، اما امرض وياك ولا امرض الحالي، شوفتك طايح وانا طيب تأدبني. الله يصح لسانك. يا سلام الله يشفيك. طبعا اللحظات الممتعة على درب الشعر مستمرة معاكم متابعينا الكرام، لكن بعد هذا الفاصل بنرجع لكم مع ضيفنا، خلوكم معنا. متابعينا عبر قناة بينونة وعشاق الشعر في كل مكان، حياكم الله معنا من جديد ومع نجوم شاعر المليون في الموسم ال11. باسمي وباسمكم وباسم نجومنا نرحب بالشاعر ونجم برنامج شاعر المليون فهد صياح البدري. يا مرحبا والله مساء. يا هلا ومرحبا يا ابو محمد، الله يرحب بك على فضله. مبدئيا مسي عليك بكل خير وعلى زملاء المبدعين الله يمسيك ومتابعين خلف الشاشات. الله يمسيك شرفتونا بهذه الدعوه وبهذه الزماله الطيبه. الله يرحم والديك، نحن متشرفين بوجودك نجمنا الغالي والصديق الغالي. الله يرفع قدرك. اليوم برنامج شاعر المليون صار هدف لكل شاعر يحب ان ينطلق للنجوميه. كيف شافه فهد البدري بعد ما حصل على مراكز متقدمة من هذا البرنامج وإقبال الجمهور عليه، أو خلينا نتكلم وجوده في الساحة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا إذا أردنا أن نجعل لشاعر المليون اسم آخر غير اسم شاعر المليون حقيقة، فإنه يسمى بعكاظ الشعر الحديث. أظن ما نقدر نسوي مقارنة اليوم بين البرامج اللي تم إطلاقها خلال 50 سنة السابقة إلى الآن، ممكن قد تضاهي شاعر المليون من كل الجوانب. مبدئيا مثلا خلينا نكون بأهم عنصر، وهو أنه ظهور الشاعر إلى الإعلام. شاعر المليون البرنامج الوحيد اللي يظهر الشاعر بأبهى صورة، من ناحية إعطاء تسليط الضوء المناسب له، من ناحية تجهيز الجمهور، من ناحية من النواحي اللوجستية اللي تقومون فيها والكوادر الطيبة اللي خلف الشاشات دائما، أسأل الله لهم التوفيق والأجر. فهذه كلها خلقت من شاعر المليون برنامج استثنائي. فأصبح الشاعر يعني بالعامية نقول يدخل شاعر المليون يظهر معه بطاقة نقدر نسميها بالليسن الآن الحديث، رخصة ويكون عنده في السيفي حتى. بالضبط للإعلام. فهد خلينا يعني نقول اليوم الشاعر هدفه برنامج شاعر المليون لابراز مهاراته، لابراز حضوره، لابراز الابداع اللي عنده.
وانه ياخذ جماهيريه او يوصل صوته لجماهيريه اكبر. بعد ما خلص من شاعر المليون راح اول شيء اختفى، قصر في جمهوره، قصر في حق ذاته. نعم. من ناحيه يعني وصوله للجمهور او تواصل مع جمهوره. هل السوشيال ميديا اسباب مهمه في هذا الشيء الاختفاء؟ السوشيال ميديا فن لا يتقنه الجميع. عندك كثير من الشعراء المبدعين تتمنى لو ان انت تعد قصيدته بدلا عنه، وعندنا رموز ومدارس حتى في الشعر العراقي نسمع القصيده ونستانس بها من شاعر متذوق ينقلها عن الشاعر الاصلي ذاته. ممكن انه ما عنده الكاريزما الكافيه لنقل هذا الابداع عن طريق السوشيال ميديا، ممكن ما عنده المهاره الكافيه انه يستخدم هذه البرامج، فهذه اليوم تصبح موانع ان بينه وبين جمهوره اللي موجود على السوشيال ميديا. لكن يوم تجد مثل هذه البرامج الطيبه اللي تدعوه ويكون فيها محاور وياخذ ويعطي معه، بالعكس تلقاه رجعت له روح المشاركه وروح المنافسه وتلقى عنده ماده الشعريه الكافيه حقيقه. يعني فهد عافت له بيت يقول الشعر مهدي متى ما كان لا منتظر، واذا انتظرته على الموعد وجاك هبه. دليل على انه اليوم انه الشعر هدايه، فتلقى شاعر والله متحمس ومتجهز لانه يبي يكتب يوميا 10 قصائد، لو لا يجيه شيء وشاعر هدايه لا يريد ينشر ولا كذا، ويظهر معه في اليوم القصيده والقصيدتين وثلاثه ويحتفظ بها في الخزانه الادبيه. مش بتسمعنا بدايه عندك الخيار بعدين نحن بنستلم الخيارات. سمعكم الجديد. ابارك الساعه. تستاهلون. يدب الليل بروقت المدينه ما غشاه نعاس، واشوف ان القمر نام وبنات النعش في سهره، قطار الصبر ولا والمحطة تزدحم بالياس، وانا ما بين سندان السكوت ومطرقة قهرة تبدت للوعي لعنة تشابه لعنة الوسواس، يدنس طهر نفسك وانت ناوي تحتسي طهرة، ظلام الجهل خير من العلوم اللي بلا قسطاس، لو ان الشم تفهم هالبشر ما تنقطف زهرة، عرفت ان القلم لا من تمدد في حضن قرطاس، تعاتبه الحروف اللي جبرها في زمن عهرة، تبدت تهرت مقصلة جفني كثر ما طاح منها ناس، أظلل في قلوب من لهيب الكره من صهرة، أميل أحيان من ثقل الهموم اللي تشيب انفاس، مثل جذع النخل لا مال شامخ ما حنى ظهره، جليب أسرار في صدري عجز لا يورده غطاس، يطيح الجرف من عين النوارس لا فضح نهره، أشوف بصحوتي ظلي جسد لكن بلي راس، ركض يجمع شتات الذاكرة بيدين من بهرة، أخاف من الليالي لا ذكرتنها بدون إحساس، ويواسيني جرح يهمس من اللي ما شكى دهره. يا سلام يا سلام الله يسعدك. صح الله تأثير برنامج شاعر المليون. ها؟ ايه الله يطول عمرك وصح الله لسانك ومبدع كالعاده كما عهدنا. الله يطول بعمرك ابو محمد، غيض من فيضك. الله يطول عمرك. طبعا تحدي النجوم مستمر وضيفنا له مشاركه في رفع قوه المنافسه، كل هذا بعد الفاصل على درب الشعر. من جديد نرحب بكم متابعينا ونجومنا، وتحية أكيد لشاعرنا وضيفنا العزيز الشاعر فهد البدري، وحياكم الله. الحين ونبدأ الجزء الأخير من المسابقة، والبداية أكيد مع ضيفنا، لكن خلونا نذكر بالنتيجة. النتيجة 3 لفريق البواتير و1 لفريق الحرار النادرة، وانتم الله يطول عمرك زود يا ابو. والبواتير متقدمين ما شاء الله تبارك الله. لكن نبتدي وانتم جاهزين؟ جاهزين. ضيفنا جاهز؟ جاهزين. السؤال الأول مع الضيف. السؤال الأول بيت من أبياتي بلون من ألوان الشعر الشعبي العراقي. يقول البيت: صاحب جميل وياي ما اريد اجيلك، اتحاشى قربك لين اوف بجميلك. ماذا يسمى هذا اللون الشعري؟ هل تجليبه او دارمي او ابو ذيه؟ تفضل. دارمي. دارمي؟ نعم صحيح.
واجابتك صحيحه ويستاهلون التحيه. انت غريب يا ابو ميه وما عرفت. ما شاء الله هو. نذكركم بالنتيجه ونذكر ايضا ضيفنا ومشاهدينا النتيجه 2 للحرار و3 للبواتير. ننتقل للسؤال الثاني في الفقره الاخيره. شاعر شارك مرتين ووصل إلى قائمة 48 في الموسم الأول والموسم الرابع. تفضل. من هو؟ فهد السعدي. فهد السعدي؟ الله، اذا صح هذه إجابتك شو تتوقع أنت؟ اتوقع صح. وإجابته صحيحة. ما شاء الله تبارك الله. الحقه والحرام. 3-3. السؤال الثالث مع الضيف. السؤال الثالث. شاركت في برنامج شاعر المليون وحصلت على المركز الثاني. بأي نسخة من نسخ شاعر المليون؟ العاشر. الموسم العاشر. متأكد؟ متأكد ايه؟ وإجابتكم صحيحة ويستاهلون الحرام. نذكر بالنتيجة 4-3. عاد في فرصة. ما عليه نجيب. شدوا حيلكم انتم وان شاء الله انكم بتلحقونه. السؤال الرابع. اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو خلال مؤتمرها 30 الذي عقد في باريس عام 1999 يوم سنوي للشعر العالمي في أي تاريخ؟ هل هو في 21 فبراير أو 21 مارس أو 21 أبريل؟ تفضل. فبراير. الله يطول. إجابتك خاطئة. ما عندك مشكلة. خلينا عندكم مارس. نعم. متأكد؟ نعم. إجابتك صحيحة وبيض الله وجهك يا أبو سعيد. يستاهل. لا لازم تحيونه. لازم تحيونه. حي. يستاهل. طبعا النتيجة 4-4. الله. ننتقل للسؤال الخامس مع الضيف. في إحدى قصائدي بشاعر المليون كان هنالك بيت يقول: لا مر طيف البشر غنيت له تايبين، عشقك حلال وعشق غيرك بشرعي حرام. من صاحب أغنية تايبين؟ سعد الحلي أو سعدون جابر أو ياس خضر؟ عندك عد عليك. تفضل. الياس خضر. متأكد؟ يا اخوي انت خلاص قال اجابته. لحظة قال اجابته يا عبد الله. ما تدري؟ كلهم ضيعت بينهم. إجابتكم صحيحة ويستاهلون الحرام. إجابتكم صحيحة وكان الياس خضر صاحب تايبين. النتيجة 5-4. شفت شلون؟ ما شاء الله المنافسة مع انكم 2 بس المنافسة نعم. قوية ما شاء الله. لكن قبل ما ننتقل للسؤال الأخير نبغي نسمع هذه الأبيات إذا تسمح لنا يا فهد. اللي منها هذا البيت. نعم اللي منها هذه الأبيات. أضحى التداني بعد طالت تنائي سنين، تسللت نظرتك كالسيف بين الزحام، قدت قميص المشاعر واستفاض الحنين، واختالت الصمت في صدري وسال الكلام. جيتي مثل جية الذكرى في بال السجين، اعتقتي النفس من سطوة قيود الظلام، على شفا ليل شعرك طل نور الجبين، أيقظ عيون المدينة واستثار الهيام. استشعري دهشة الأشجار والعابرين، والشارع اللي جمعنا حالف إن ما ينام، متغيرة من وراي وهمس صوتك حزين، وش تعبه كان أنعم من هديلة الحمام. سليلة الوجد جودي دام دمعك معين، واسترسلي في شعورك لو تشوف الأنام. ساورني الياس بعدك يا ربيع اليقين، واصفرت أحلامي الخضراء وباتت حطام. لا مر طيف البشر غنيت له تايبين، عشقك حلال وعشق غيرك بشرعي حرام. ولادة الروح لطفا من قبل ترحلين، أودع الصبر ثم استودعك في سلام. يا سلام يا سلام. الله يسلمك ومبدع. بما أنك طريت العاطفة شوي،
اللي مستغربه انا يعني شوف الموضوع، اول شيء جميل خلق واخلاق، وولد في يوم الحب اللي هو 14 فبراير. الله. شو قلت انت في يوم الحب؟ اقول 14 فبراير، بقول 14 بس سنه من شهر فبراير، عيد المحبين وايضا عيد ميلادي، هادي عيدين دايم يمرني وانا طاير، ما حركن شعره ولا هزن فؤادي. يا سلام يا سلام. لا انا ابغي منها ابيات، شو بتسمعنا بصوت؟ رحلتي كان الغرام بمتنها مجاني، ما دريت اني ليا حولت بدفع رسمه، سلام. ما تغير مقعدي واخذت مقعد ثاني، غير العيون الخجول الفاتنة المبتسمة، غير العيون الخجول الفاتنة المبتسمة. سلام. صح الله يسامحك. السؤال السادس يقول الشاعر أحمد بن علي الكندي رحمة الله عليه: محب مالك عقلي وروحي، وفي حبه رخيص العمر ذايب، يحلي بلولو البحرين صدره، وحن العين حطه في الروايب. السؤال: شو معنى الروايب؟ هل هي أطراف الأصابع أو راحة الكف أو الذراع؟ تفضل. أطراف الأصابع. أطراف الأصابع؟ نعم. وإجابة فريق الحرار صحيحة ويستاهلون التحية. حيا الله وجيهكم. وهذه كانت النتيجة 6-4. مبروك لفريق الحرار، وحظ أوفر إن شاء الله لفريق البواتير. والشكر موصول لضيفنا فهد البدري، نقول بارك الله وجهك على الوصلة وعلى كل ما شاركتنا. هذا واجب، الله يطول بعمرك، وانا متشرف اليوم، وهذه ليله من ليالي العيد، الله يطول اني برفقه الزملاء المبدعين اللي انا اظن يعني انه ان شاء الله يكون حامل البيرق واحد منهم. اللهم امين. الله يوفقهم ان شاء الله، التوفيق الطيب. والشكر موصول لكم انتم نجومنا على كل ما فتونا به من معلومات ومشاركتكم الجميلة، وصح الله ألسنتكم. الله يرحم والديكم. التحية أكيد موصولة لكم متابعينا، ونلقاكم إن شاء الله على خير في رحلة جديدة على درب الشعر، ونقول في أمان الله.